ملك ريكار، سمعت هذا الكلام يعني؟ نعم. لست بحاجة يعني أن عفوا يا سيدي الكريم، عفوا إذا تسمح لي، أنا أريد أن أشير إلى نقطة، بعض النقاط التي هو ذكرها. مثلا هو أشار فقط إلى فلسطين، ولماذا أدرجت الإدارة الأمريكية 56 منظمة إسلامية جهادية في قائمتها السوداء، في قائمة الإرهاب، إن كان فقط يخصنا في فلسطين؟ هناك بعض الحركات هي جزء من حركات التحرر في بلادها، والأمريكان كانوا يتشدقون بمصطلحات حقوق الإنسان وحق تقرير المصير في الشيشان، في سينكيانغ، في تركستان الشرقية، كاشغر، في كشمير، في فلبين، في كردستان، في فلسطين، في أماكن أخرى من العالم. لماذا أدرجوا هذه الحركات الإسلامية؟ ولماذا ضربوها كلها بدون رحمة، بدون هوادة؟ ما الذي ارتكبناه نحن في جماعة أنصار الإسلام ضد الأمريكان أو ضد أحد خارج عن جماعة الطالبان الذي هاجمتنا مرارا وقتلت أكثر من 1000 شخص من إخواننا وأخواتنا؟ ما الذي ارتكبناه حتى يهاجموننا ب 108 صواريخ توماهوك انطلقت من البحر الأحمر وقتلت 253 شخصا رجالا ونساء؟ ولماذا أدرجت الإدارة الأمريكية 56 منظمة إسلامية جهادية في قائمتها السوداء، في قائمة الإرهاب، إن كان فقط يخصنا في فلسطين؟ هناك بعض الحركات هي جزء من حركات التحرر في بلادها، والأمريكان كانوا يتشدقون بمصطلحات حقوق الإنسان وحق تقرير المصير في الشيشان، في سينكيانغ، في تركستان الشرقية، كاشغر، في كشمير، في فلبين، في كردستان، في فلسطين، في أماكن أخرى من العالم. لماذا أدرجوا هذه الحركات الإسلامية؟ ولماذا ضربوها كلها بدون رحمة، بدون هوادة؟ ما الذي ارتكبناه نحن في جماعة أنصار الإسلام ضد الأمريكان أو ضد أحد خارج عن جماعة الطالبان الذي هاجمتنا مرارا وقتلت أكثر من 1000 شخص من إخواننا وأخواتنا؟ ما الذي ارتكبناه حتى يهاجموننا ب 108 صواريخ توماهوك انطلقت من البحر الأحمر وقتلت 253 شخصا رجالا ونساء وأطفالا؟ وما الذي عملناه؟ كولين باول الذي ادعى ورامسفيلد الذي ادعى بأننا أخفينا أسلحة الدمار الشامل، أين هذه الأسلحة؟ ولما عرض كولين باول منظر وقال هذا مدينة خورمال التي تحت سيطرة، أين هذه كلها وأين أدلتها؟ ملك ريكار، كي نبقى في الموضوع، كي لا نخرج كثيرا عن الموضوع، السيد عيسى جيد. قال أيضا أرجوك أن ترد على أطروحاته بخصوص الحرب الصليبية وخطورة أن ندين هذه القضايا. نعم، جيد. أولا بالنسبة لذكره أنه إذا اعتبرناها موضوع ديني هذا سيكون تقاتل بين فئات من الناس، هذا الدين مع ذاك الدين، هذه طائفة مع هذه الطائفة، هذا ليس صحيحا مطلقا. لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام كله، ما قتل ما بين النصارى فيما بينهم لم يقتل في أهل الإسلام بمثل ما قتل من هؤلاء، لا بين المسلمين أنفسهم ولا بين المسلمين واليهود أو بين المسلمين والنصارى، وهذا ليس صحيحا. أنا أنتمي إلى مدينة السليمانية، أنشئت قبل 200 سنة وفيها كنيسة أكثر من 90 سنة تقريبا. من أين جاءت هذه الكنيسة؟ أليس إما نصارى جاءوا إلى بلادنا كما جئنا نحن الآن إلى بلادهم وبنينا مساجدنا، أم تنصر أناس من الأكراد واحتفظوا بدينهم هناك؟ وأيضا آخر مجلس المبعوثان العثماني كم كان فيها من اليهود؟ ألم يكن هناك 36 من اليهود والنصارى كانوا في الدولة العثمانية؟ والدولة العثمانية كنا نعطيها الولاء كلنا من العالم الإسلامي. هذا ليس صحيحا، بل هذا الذي يستخدمه ويستفيد منه كسوء استفادة الذين سموها بإسلام فوبيا، الرعب من الإسلام. هذا ليس صحيحا. الجماعات التي قاومت المصالح الأمريكية وضربت مصالحها في أمريكا اللاتينية أكثر من 32 عملية، في الشرق الأوسط كان فقط 16 عملية، في آسيا 26 عملية. لماذا فقط بلاد المسلمين؟ ولماذا بعض الجماعات الإسلامية التي يوم من الأيام لم يقف بوجه الأمريكا إلا اللهم بوجه خططها كأسلوب بياني وتبليغي؟ فالمعركة إذا تريد أن تقول في فلسطين؟ ماذا تريد أن تقول بعد هذا؟ تريد أن تقول أن المسلمين مستهدفون وأن يتعرضون يعني تريد أن تكرر المقولة أنهم يتعرضون لحرب صليبية؟ نعم، لا شك في حرب استئصالية للجماعات الجهادية التي هم ضمير الأمة وقلاعها التي ينضم إليها المسلمون الذين يشعرون بكل هذا الغبن. ولو كان الرجل منصفا أستاذ صلاح، لو كان منصفا لقال أن في كل مجتمع هناك الأحزاب الليبرالية وهناك الأحزاب اليسارية وهناك الأحزاب الدينية. لماذا هو لم يسمح للإخوان المسلمين في بلادهم منذ 75 عاما؟ اتركونا نحن الذين نحمل سلاحا ونواجه عدوا شرسا بما لدينا من قوة. الإخوان المسلمون لم يحملوا سلاحا وهم يعارضون العنف منذ 75 عاما، لم يعطيهم أحد 5 أيام
الحق الرسمي، مرة يدخلون مع الأحرار، مرة مع الوفد، مرة مع العمل. لماذا لا يعطى لهم هؤلاء؟ وأنا استغربت أن قرأت مقولة للسيد صلاح يقول أن الأنظمة في بلادنا تعتمد على الدين والمعارضة كذلك تعتمد على الدين. فمن أين هذه المقولة التي تشبه مقولة هان تونغ تونغ الذي يصنفنا نحن الإسلاميين مع الكونفوشيوسية، مع العلم نحن مع اليهودية والنصرانية أقرب في ديننا وأقرب في تصوراتنا. طيب